أهلا وسهلا وعسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. مرحبا بكم في قناة لمسات أم تسنيم. اليوم كما تشوفوا جبت لكم خبزة محشية أو فطيرة محشية في الفرن بحجم كبير، حجم عائلي. أنتم تنجموا تعملوها صغيرة، خبيزات صغار طيبين في الفرن ولا طيبين فوق الغاز، لكم الاختيار. هذه وصفة يعني سلسة، تنجموا تعملوا بها اللي كيما تشكلها كيما تحبوا. شوفوا ما شاء الله كيف جتني الكولير متاعها من فوق ذهبي، ومن اللوطة زادة كيف ما تحرقتليش، والحشو ما شاء الله فرماج ذايب، كل شيء طايب على قاعدة. راهي وصفة أبسط منها ما فماش. كيما قلت نجموا تعملوها كبيرة، كيما تشوفوا تنجموا تعملوها خبيزات صغار على كل واحد وش يحب. نبدأ لكم أول حاجة بالعجينة. عملت 350 جرام فرينة، عليهم مغرفة سكر ومغرفة خميرة ومغرفة ملح، بطبيعة الحال الملح كما تحبوا، وزدت عليهم شوية زيت وعجنتها بالحليب. حليب يكون دافي وزدت شوية ماء دافي. هذوما هما المكونات. خلطت المكونات الجافة في الأول، ومن بعد ضفت السوائل اللي هي كما قلت لكم مغرفتين زيت، كان تحبوا زيت زيتونة ولا زيت نورمال. والحليب اوبليجي يكون راهو دافي شوي، سينو ما تنجحش معاكم الوصفة وتجي العجينة يابسة. نعجنهم سوا بإيدي وإلا بالربوع كيما تحبوا. المهم تكون هيك العجينة، يعني تكون لينة، وحتى كانت تلصق في اليدين ميسالش عادي. ندهن ايدي بشوية زيت ونغطيها ونخليها ترتاح ولين يتضاعف الحجم متاعها، ربع ساعة، 15 دقيقة، نص ساعة، انتم والطقس. هذه وصفة سجلها عندكم في سيدي رمضان إن شاء الله. تعملوها خبيزات صغار ولا حجم كبير عائلي كما شفتوه. يعني توفر عليكم وصفة من وصفات أو دبارة من الدبارات في شهر الفضيل إن شاء الله. كما تشوفوا دهنت يدي بشوية زيت وغطيتها وخليتها لين يضاعف الحجم متاعها. ومن بعد نجيبها نخرج الغازات، نعجنها مرة أخرى ونخرج الغاز اللي فيها الكل، على خاطر إذا ما تعملوش العملية هذيك تخرجوا لها الغاز متاعها راهي تجيكم العجينة يابسة، وتقولوا بعد شبه الوصفة خايبة ولا شبه العجينة ما نجحتش معانا. هذه شوفوا ما شاء الله كيف جتني. نعمل بابي كويسون سواء تحطوه ديريكت في البلاتو متاع الفرن ولا تعملوا كيفي. خاطر هو يعاون البابي كويسون، يعاونكم باش تشكلوها كما تحبوا. نجيب الفرينة ونقسمها على زوز كويرات، كويرة أكبر من الأخرى، والكبيرة باش نحطها من تحت، والكبيرة والصغيرة باش نحطها من فوق. كما تشوفوا قاعدة نحيلها في الغاز اللي فيها، ندي غازها مليح ونقسمها على مرتين، نجمو عدت على 4. هذه 350 جرام فرينة يعملوا لكم خيرات تعملوهم خبيزات صغار. نجموا ترتاحوها شوية، حكاية 15 دقيقة بعد ما تشكلوهم هيك كويرات كويرات باش يتحلوا معاكم بالخلخال سهلين، ما تحلوش العجينة تبدأ راجع معاكم. نحط الكويرة الأخرى على جنب الصغيرة، نغطيها ونخليها ترتاح، ونجيب القلقال ونحل هذه لماكسيموم على كبر البلاتو اللي عندي. شوفوا كيفاش الخشنة متاعها خليتها ريفة، ماهيش خشينة باش ما تنفخش من بعد في الفور وتعاود تطيب، خاطر هي فيها الخميرة وتوليكم تاكلوا كأنكم تاكلوا في الخبز هيك. الخليط ماهوش لي ما عندهش مطعم أكثر من الخبز، فهمتوا؟ يبدأ معنا خشينة من الطبقة اللوطانية خشينة والطبقة الفوقانية خشينة، تحسوا تاكلوا أكثر حاجة تاكلوا كأنها خبز تاكلوا فيه. أحسن حاجة تعملوها رهيفة باش تحسوا بمطعم الحشو اللي باش تحطوه. بالنسبة للحشو بالنسبة لي أنا عملت الهريسة، انتم تنجموا تعملوا بطبيعة الحال صوص طوماط، تعملوا كاتشاب، تعملوا مايونيز، اللي تحبوه. مش مقيدين يعني بالحاجات اللي باش نحطها، تعملوا اي حاجة تحبوا عليها. هذايا الحشو انتم لكم الاختيار، كل ربة بيت تبدع كما تحب هي.
تعمل حم مفروم، تعمل صوص، تعمل سكالوب، اي حاجة. عملت 3 كعبات بيض، برشتهم كما تشوفوا كيف كيف، حطيتهم فوق الهريسة. وتنجموا راه تعملوا الصوص اللي تحبوا عليه، اما لازم يكون بارد، ما يلزمش يكون سخون، سينو تفسد العجينة، خاصة اللي حطيتها من تحت تتبل وتتشرك معاكم وما تجيش باهية. اي صوص او اي خليط تحبوا تحطوه في الحشو من داخل يكون بارد تماما. المهم نرجع لوصفتنا. عملت شوية زيتون، عملت شوية فرماج الموجود عندي في الفريجدير. كل مرة نجيب حاجة ونحطها من فوق، وباش نوريكم بركة ان بأبسط حاجة تنجموا تعملوا أكلة لذيذة لوليداتكم صغيراتكم لكم انتم، وتكون يعني حاجة تعجب الناس الكل. هذا عملت مايونيز، واللي ما يحبش المايونيز لازم يستغنى عليه، يعوض مثلا بصوص الجريان ولا ما يعملش اصلا. عملت خطوط هيك في الوسط، وباش نزيد هذايا فرماج رابي. كما قلت لكم اي حاجه في الفريجدار عندي جبتها حطيتها. وعملت من فوق شويه تن يلزمكم تعصروه مليح من هاك الماء اللي فيه باش ما يسيبش السوائل متاعهم بعد ما يطيبوا وما تجيكمش باهي. عملت رشه تن. وتويكا باش نجيب البلاتو متاع الفرن، جريتها هيك وحطيتها فيه، وباش نرجع للكويرة الثانية ونحلها حتى هي كيف كيف، ونسكر عليها بالكدا كما باش تشوفوا معايا في الفيديو، ونحطها في الفرن. كيف كيف ديما الفرينة تبع، على خاطر العجينة راهي تتلصق شوي في اليدين. الفرينة حتى كان عندكم بابي كويسون راهي تعاونكم باش تحل معاكم العجينة بسهولة. الكويرة الثانية شفتها ارتاحت بالكدا وتحلت معايا بسهولة. قد ما ترتاح العجينة قد ما تعاونكم في الحلان بالكدا بالكدا. نحطها فوق طبقات الحشو اللي عملناهم، ونسكر بيدي نسكر بالسياسة بشوي بشوي باش نضمن ان الخليط كله ما يخرجش. نحاول نجبد داك البلايص اللي جت صغيرة فيهم. نجموا تعملوها غنية اكثر، حطوا فيها اللحم مفروم، حطوا فيها المهم اللي باش تحطوه كل شيء طايب. ما تحطوش اللحم مفروم بوش طايب ولا سكالوب نية، راه ما يطيبش معاكم. خاطر هذه الخبز رهيف، شفتوا حليناها رهيفة فيت في ما تطيب من با درجين تحمر وتكون حاضرة معانا. سكرتها الكل كما موضح لكم مليح مليح باش ما يخرجش الفرماج كيذوب، ولا موتزاريلا اذا كان حطيته فيها موتزاريلا راهي ما شاء الله في الوصفة هذه تجي على محلاه. جبت كأبة واحدة بيض معاها شوية ليم والحليب. كما تشوفوا نفضت هكا شوية بالبنسو بالفرينة اللي فيها باش تعطيني اللمعة اللي شفتها في الأول. وندهنها الكل بالخليط اللي عملناه. الليم باش ينحي لكم الزفرة متاع العظام، باش من بعد كتدخلها الفرن ما تخرجش عليكم الريحة متاع العظام من الزفرة حشاكم. ومن بعد نرش عليها حبة الحلاوة، بسباس، كمون الأسود اللي تحبوا عليه، تخليها كما هي وتدخلها للفرن على درجة حرارة 160 من فوق ومن اللوطة لين يتبدل الكولور متاعها ويولي ذهبي كما تشوفوا. انا عندي هذيما الحبوب اللي هما بالعربي حبوب الخشخاش، كل واحد كيفاش يقول لهم، رشيت عليها شوي. واللي تنجموا تحطوا فوقها زاد حتى مكسرات، تنجموا تحطوا لوز فيليه، لوز مكسرات اللي عندكم. هذه النتيجة اللي تحصلنا عليها في الاخر. شوفوا ما شاء الله كيفاش الكولور نتاعها ذهبي طايبة من فوق ومن لوطة. قصت لكم منها ترونش، شوفوا ما شاء الله خرجت علينا الريحة بهبل. هذاك الحشو برسك كله طايب، هي جست باش نطيبوا العجينة من فوق بلوطة تطيب مليح تولي حاضرة معانا. شوفوا تبارك الله. بالنسبة للعجينة هذه على فكرة نجموا تعملوا منها خبزة محشية، بيتزا في نفس الوقت. وإن شاء الله في نهار جديد ووصفة جديدة، وإلى اللقاء.